السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هقولك على عجينه هتطلعي منها كل معجنات الافران من عجينه واحده بس. هو الفرق انك هتغيري في التشكيل بتاع العجينه. اللهم بارك، من كيلو دقيق واحد بس هتطلعي كله خمس اصناف واكتر كمان لو حابه تزودي. طلعي الكميه دي كلها، اللهم بارك. طلعي منها اصناف كتيره بس انت تغيري بس في التشكيل. اول ما بيدخل عليا الشتاء واول ما بقول يا معجنات لازم اجيب كميه كبيره جدا من زبده الفريدة بيور، هي اللي بتقضي معايا الشتاء وبتسد معايا. ان اللهم بارك الزبده مرمله ازاي وخطيره. ومبدئيا كده سيحت كيلو من الزبده علشان احوله سمنه، عشان وقت ما احتاج سمنه زي ما احتاجت كده المع بيه وش المعجنات الاقيه جاهز معايا. طعمها خطير ونتيجتها خطيره جدا في المعجنات. اول حاجه هحضرها وان احضر الخميره. استخدمت كوبايه من الدقيق، عليها كوبايه من الحليب، ومعلقه كبيره من السكر، ونص معلقه صغيره من الخميره. لو الجو برد جامد زي الايام دي فاحنا ممكن نستخدم معلقه كامله من الخميره. هقلب الخليط ده كويس قوي وهسيبه وقته ياخد وقته في التخمير. انا بالنسبه لي بحب اسيب الخميره تاخد وقتها قوي، ممكن اسيبها ساعتين ثلاثه، 3 4 ايام تختمر براحتها. مش ببالغ، الخميره بس مش العجينه بالكامل. او بقولك لو الجو برد ومستعجله ممكن تستخدمي معلقه كبيره من الخميره. ودلوقتي هحضر البولش، وهو عباره عن معلقتين من الدقيق وعليهم نص كوبايه من اللبن او من الميه. هقلبهم كويس ولازم يفكوا من اي تكتلات فيهم. وبعد كده ارفعهم على النار لحد لما يتقل معايا الخليط. بسيبه على جنب يبرد، ولازم يكون بارد علشان ما يموتش الخميره، لان لسه هضيفه على الخميره. بعد كده هيكون هو الخميره اختمرت وهو برد. اضيفهم الاتنين على بعض. وبعد مرور ساعة مع استخدام كمية قليلة جدا من الخميرة، ما شاء الله اللهم بارك، الخميرة تفاعلت وبقت ممتازة ازاي. الكمية القليلة دي انا هشغل بيها كيلو دقيق كامل. التقنين او التقليل في استخدام الخميرة بيخلي ان الكمية القليلة اللي في الخميرة دي تتغذى على الجلوتين اللي في الدقيق، فتخليه سهل الهضم معانا. لما العجين يعتمد في التخمير على وقت التخمير مش على كمية الخميرة، بيكون التخمير افضل، وكمان العجينة صحية اكتر. هقلب المكونات مع بعضيها وهنزل ب3 حبات من البيض. البيض ده صغير قوي لانه بيض سمان مش بيض فراخ. لكل 3 من بيض السمان بستخدم بيضة فراخ واحدة، ف3 من البيض. عليهم ظرف من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. عليهم 2 كوب من الحليب وكوباية من السكر وكوباية من الزبدة المذابة. هقول المكونات تاني وهكتبها. مكونات البولش والخميرة: 3 حبات من البيض وظرف فانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، 2 كوب حليب، 1 كوب سكر، وكوب مذاب ومش سخن، مذاب بس من زبدة الفريدة بيور. اضرب المكونات دي كلها مع بعضيها. شايفين الزبدة يدوب بس مذابة مش بالكامل. هضربها كلها بالخلاط او بالهاند بلندر، مجرد خلط سريع بس عشان اتاكد ان البيض اتضرب كويس مفيهوش تكتلات. وعلى ما نضرب المكونات اتمنى تعملي لي لايك للفيديو وتكتبي لي تعليق حلو زيك ولو بحرف واحد، او تصلي على النبي في التعليقات. خليط كده ما شاء الله اللهم بارك ممتاز. هجيب كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح وباكو من اي بيكنج باودر، اي نوع مش لازم النوع ده. اجيب المكونات الجافه مع بعضيها، وبعد كده هنزل بالسوائل اللي انا حضرتها. هقلبهم كويس مع بعض بالمعلقه في الاخر بس خالص وانا بلم العجينه. هقلبها بايدي، ما بتحتاجش عجن كتير ولا، هو بس مجرد لم المكونات مع بعضيها. وفي الاخر بديها معلقه واحده بس من زبده الفريدة بيور، اقفل بيها العجين بس من فوق علشان يبطل التلزيقه الاخيره دي. اللهم بارك يا جماعه، الزبده دي خطيره في المعجنات ما شاء الله، وسعرها كويس قوي وعليها عروض حلوه قوي في مناسبه السنه الجديده وداخل علينا. اللهم بارك، كل سنه وحضرتك طيبين، رمضان وبعديها العيد. كل الوقت ده احنا شتاء ورمضان وعيد بنحتاج زبده كتيره جدا علشان نطوج المعجنات. اللهم بارك، وحلويات العيد ورمضان. فاستغلوا الوقت ده واستغلوا العروض وخزنوا زبده الشتاء. اللهم بارك خطيره بصراحة، عمرها ما خيبت معايا وصفة. كل الوصفات اللي عملتها بيها اللهم بارك جميلة جدا. ضفت معلقة واحدة بس اهو من الزبدة
فصلت بيها العجينة، عجنتها بيها كويس. شايفين العجينة بتلزق خالص، وش ده من علامات طراوة العجينة ونجاحتها. بغسل ايدي وبغطيها وبسيبها ترتاح مرة لمدة نص ساعة، وبعد كده ابدأ اشكلها. بقسم العجينة كده، ما شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ولا بتلزق ولا فيها اي حاجة. الوقت بس اللي بتسيبيها ترتاح فيه اللهم بارك بتبقى خطيرة، الزيقة اللي فيها بتروح. ببدأ اقسم العجينة لكور علشان تسهل عليا التشكيل، وببدأ في التشكيل. وصينية ناشفة من غير ما ادهن اي حاجة، ما شاء الله اللهم بارك العجينة ممتازة. اول شكل عملته اللي حضرتك شفتوه ده هو بيشرح نفسه، يعني ده كان البريوش. بتلف العجينة رول كده وبتلفيه على بعضه وبتحط الطرف الاخير تحت، واللهم بارك بتبقى ممتازة. وده شكل تاني للتشكيل خطير والله يا جماعة. بعمل عجين على شكل مربع كده، بفرده بالطول وبس بشكل بالترس، والترس ده جميل جدا عن عجلة البيتزا. الترس بيعمل اشكال زجزاج كده في الطرف، وبيبقى شكلها حلو خالص بعد التخمير كمان. من الحاجات المهمة انك تخمريها في صينية ألمونيوم، ده اجمل في التسوية. وكمان تدي العجينة وقت كبير قوي في التخمير، ان تسيبها تخمر براحتها. الصينية اللي هتخمري فيها هي اللي هتسوي فيها، يعني ما ينفعش بعد التخمير تنقليها في صينية تانية، لازم الصينية اللي هيتخمر فيها العجين هو اللي يتسوى فيها. بعد ما بتتخمر خالص وقبل التسوية مباشرة، بجيب بيضة وعليها شوية من اللبن او من المية، بدهن بيهم وش العجين كله. بعد كده التركية دي حلوة قوي، انك بترشي على وش العجين سكر، حقيقي طعمه خطير. وبعد التسوية بيبقى السكر ده حلو قوي وطعمه حلو، ولو مدي لون حلو قوي فوق العجينة ولمعة. بحط رشة من السكر كده على كل قطعة من العجين. بدخلها على فرن ساخن، يعني درجة حرارة 200 او اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. في اوسط شغالين فرن بس، وهي بتاخد اللون مع بعضه. يعني لو حسيت ان هي عايز تاخد وش ولعي الشوايه، بس علشان ما تولعيش الشوايه من البدايه فتاخد منك وش بسرعه قبل التسويه. دي سمنه الفريده بيور، كان وقتها كنت بسيح فيها وساحت، قلت اوريها لكم وانا بصور. وخدت شويه كده من السمنه لمعت بيها وش كل المعجنات اللي طلعت، اللهم بارك طعمها وريحتها خطيره. وكمان علت قوي قوي من طعم المعجنات اللي كنت بعملها. كده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. الفيديو طول شويه بس عشان اقول لكم على كل التفاصيل والتريكات اللي فيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا واستفدتوا من الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو والشير على قد ما تقدروا. حابه تعملي اي استعلام عن السمنه اكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. اللهم بارك، طلعت كميه كبيره جدا. اتمنى تجربوا الطريقه وتجربوا السمنه كمان والزبده، وتعملوا منها شغل العيد ورمضان. اللهم بارك خطيره. وكمان كيلو دقيق ما شاء الله طلع لي كميه كبيره قوي. وكمان كان في لسه حاجات لسه في الفرن، يعني انا صورت وكان لسه في كمان سجان في الفرن، يعني تقريبا قد الكميه دي مره كمان. اشتغلوا دايما في البيت واعملوا معجنات في البيت. ما شاء الله الطعم خطير وبيملى البيت خير وبركه. وكمان ريحه العجين في البيت ما شاء الله بتعمل يعني دفء وفرحه كبيره قوي في البيت. الفيديو خلص، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله. اللهم اجعل لنا في الأيام القادمة فرحا وتيسيرا وتوفيق، وأزح كل هم أثقل عاتقنا، واصرف عنا كل سوء وخيبة. اللهم طوقنا بالسلام والطمأنينة. اللهم أياما زاهية يحفها الحب والجمال والرضا، وأن تكون الأقدار السعيدة في طريقنا دائما. اللهم الثبات يوم لا حول لنا ولا قوة. اللهم نور أبصارنا لما فيه صلاح أحوالنا، واصرف عنا ما فيه ضياع أعمارنا، واجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى واتبع الصراط فنجا. اللهم لا تجعلنا ممن ينساك في نعمته ولا يذكرك إلا في شدته، واجعلنا قريبين منك شاكرين لك في كل الظروف. اللهم إننا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا التي نعلمها والتي لا نعلمها. سبحانك تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. اللهم آمين.
مو